السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة هي كيكة الشوكولاتة. هنعملها بقوام اسفنجي وارتفاع عالي ومناسب جدا. كل مقاديرها هتلاقيها عندك في البيت. طعمها حلو جدا، من كتر جمالها انت ممكن تاكلي الصينية كلها. هتعجب كل اللي هياكلها منك وهيقولك تسلم ايديكي. يلا نسمي الله ونشوف الكيكة الجميلة دي هنعملها ازاي. لو اول مرة تشوفيني، انا اميرة كرم. شرفيني بالاشتراك في القناة وما تنسنيش في لايك ومشاركة للفيديو. اول حاجة معانا كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. انت ممكن تستبدلي الزبدة بالسمنة، ممكن تستعملي نص سمنة ونص زبدة، ممكن تستعملي نص زيت ونص زبدة، المتاح عندك اشتغلي بيه. هنضيف عليها كوباية كبيرة من السكر الابيض الناعم، وهنبتدي نضربها بالمضرب الكهربائي كويس جدا لغاية لما لونها يفتح معايا وتدينا اللون الكريمي. اول ما تفتحي معانا وتدينا اللون الكريمي، هنبتدي ننزل عليها بثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهنضيف عليها 3 اكياس من الفانيليا. كل بضاية ليها كيس فانيليا. هنرجع نضربها تاني لغاية لما البيض يندمج مع الزبدة والسكر اللي احنا ضربناهم في الاول. في الاول هتحسي كده ان الزبدة والسكر بدأوا اللي هما يفتتوا معاكي، ومن كتر الضرب هتبتدي اللي هي تنعم وترجع تتلم تاني، هتحسي اللي هي اتنفخت معاكي. هنبتدي ندخل الدقيق بتاعنا، واهم حاجه في الكيكه يا جماعه انك تدخلي الدقيق كويس جدا قبل ما تستعمليه. هنستعمل كوبايتين ونص من الدقيق، هنضيف عليه نص كوبايه من الكاكاو الخام الاسباني الغامق، بيدينا درجه حلوه جدا للكيكه بتاعتك وبيديها برضو طعم جميل جدا. هنضيف عليها كيس من الكيك شيف، بيبقى جميل جدا في الكيكات، ولو بتعملي كيك فانيليا بيخلي الكيك بتاعك ابيض وفاتح، بيخلي الارتفاع بتاعه جميل جدا. هنضيف عليها رشه الملح اللي احنا متعودين عليها. هنبتدي ندخل الدقيق بتاعنا، واهم حاجه في الكيكه يا جماعه انك تدخلي الدقيق كويس جدا قبل ما تستعمليه، عشان يدخل جوه هوا وتلاقي الكيكه بتاعتك هشه كده ومنفوخه وطريه وتديكي نتيجه مضمونه وناجحه ان شاء الله. نديلها كده تقليبه بسيطه، ونضيف عليها كوبايه ونص من الحليب يكون بدرجه حراره المطبخ. كل ما قدرنا ان شاء الله هكتبها لك في صندوق الوصف بالكوبايه وبالجرام، سهم صغير تحت الفيديو هتضغطي عليه هيطلع لك كل ما قدرنا ان شاء الله. نرجع نقلبها بالمضرب، بس هنضربها على الدرجه الاولى، مش هنعلي عليها المضرب علشان برضو ما نطلعش الهواء اللي احنا دخلناه جوه الكيك بتاعنا. الدرجه الاولى ابطأ حاجه عندك في المضرب واشتغلي بيه. ممكن تستغنى عن المضرب خالص وتعمليها بالمضرب اليدوي، برضو تبقى جميله جدا معاكي. هنضربها كويس جدا لغايه لما كل الدقيق يختفي معانا، ما يبقاش فيها اي تكتلات من الدقيق. خلاص ارفعي ايدك منها على طول، ما تدنكيش تضربي فيها على الفاضي ومليان عشان برضو ما تهبطش منك. هنبتدي بقى احنا نصبها في الصينيه بتاعتنا. الصينيه بتاعتي مقاس 26 اللي ليها فتحه من النص. انت ممكن تعمليها في اي صينيه عندك، الصينيه المدوره العاديه، صينيه مستطيله اللي موجوده عندك اشتغلي فيها. بس اهم حاجه المقاس بتاعها ممكن يكون 26، ممكن يكون 24، عشان تديك الارتفاع الحلو بتاع الكيكه. دهنت الصينيه بتاعتي دهنه حلوه من السمنه. ممكن تدهني الصينيه بتاعتك برضو بالزبده تبقى جميله جدا، بس اوعي تدهني الصينيه بتاعتك بالزيت. لما بتدهني صينيه الكيك بتاعك بالزيت بتحرق معاكي الكيكه من تحت وبتلسعها من تحت، بتبقى مش حلوه خالص. هنبتدي بقى ان احنا نساوي الصينيه بتاعتنا من فوق. هنمسح اي زيادات من الكيكه على الصينيه عشان لما تدخل الفرن ما تتحرقش مننا، وبعود خشب كده رفيع ابتدي اللي انت برضو سويها كده من فوق دوائر دوائر دوائر. المهم اللي سوى الكيكه بتاعتك كله يبقى واحد من فوق عشان لما تيجي تطلع يبقى شكلها حلو معاكي. ظبطت الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. كنت مسخنة الفرن بتاعي قبلها ب10 دقايق. تدخل على فرن دافي على الشبكة في النص، هتقعد معاكي في الفرن بالظبط ساعة الا ربع، هتطلع معاكي احلى كيكة. وطبعا كل واحدة عارفة درجة حرارة الفرن بتاعها. ابتديت اللي انا اختبرها بعود خشبي، طلعت فاضية زي ما انتم شايفينها كده، ما فيهاش ولا نقطة عجين، تعرفي ليه كده مظبوطة معاكي. سيبناها لغاية لما بردت معانا تماما، وهنبتدي بقى اللي احنا نقلبها. بص بقى شكلها معايا تحفة، الارتفاع بتاعها حلو جدا، الكيك معايا اسفنجي، ريحته وطعمه بجد حاجة كده تحفة. الارتفاع بتاعها حلو قوي. الكيكة دي بجد طعمها حلو جدا، تاكليها مع كوباية الشاي مع كوباية النسكافيه، جميلة جدا. كل اللي هياكلها منك هيقولك تسلم ايديكي. ريحتها كده وهي جوه الفرن بتبقى قلبة ريحة البيت. ممكن برضو في ايام المدارس تحطيها في علبة اللانش بوكس، تبقى جميلة جدا برضو معاكي. خلاص خلص معانا الفيديو كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسيلي لايك واعملي لي مشاركة للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.